مساء الفل عليكم يا جمهور الانمي ومحبي ساكورا. النهارده هنعرف قد ايه اللعب فن مش عن وان اللي بيعرف يسيطر على اللي قدامه هو اللي بيكسب. مستنيه منكم تدعموني بلايك واشتراك للقناه وتكتبوا لي كومنت بالملخص اللي حابين اعمله لكم المره اللي جايه. والنهارده الحلقه الخامسه من ساكورا، واحنا بنكمل على المره اللي فاتت ان ساكورا وفريقه اضطروا يدخلوا النفق الفاصل بينهم وبين بلد الشيشتيرون علشان ينقذوا تلميذ من اعدادي من فريق الشيشتيرون وعداوتهم. تخيل يا صاحبي تبقى قاعد في مدينه زي مدينه بوفرين ويبقى اسمك مكتوب على لوحة الأقوياء اللي هما بيميزوا بيهم المدينة دي، وإن أي حد هيقف في وش المدينة هيبتدوا يقضوا عليه. وطبعا اللي بيحمي البلد دي هما تلاميذ الثانوية، وساكورا طبعا منهم. ولكن ساكورا زي ما احنا عارفين إن هو من بره البلد أصلا، ولكنه حب بوفرين إن هو يحمي البلد ويدخل الثانوية رغم إن هو مش من البلد أصلا. وساكورا وفريقه في آخر دورية ليهم وهو بينقذ تلميذ من مدرسة الإعدادي عشان كان في رجالة من رجالة الششتورن بيضايقوه، وطبعا الرجالة دول بيحاربوا بس عشان يبقوا اقوياء وخلاص، وبيحبوا يسيطروا على اي حد ضعيف. وطبعا ساكورا مش بيعجبه الكلام ده خالص. وطبعا رئيس الششتورن بسبب دخول تلميذ الاعداديه ارضهم، ورئيس الششتورن ابتدى ان هو يعلن عليهم الحرب ويقول لهم احنا خلاص هنحارب الجماعتين، رجاله البوفرين قدام رجاله الششتورن 5 ضد 5. وطبعا توميا رئيس الششتورن هيكون ضد اوميميا اللي هو رئيس بوفرين. وساكورا وعصابته يسكتوا لا، يروحوا مدينه الششتورن برضو علشان يبتدوا ان هم يعاركوا معاهم. وطبعا رئيس الششتورن مع ولد صغير كده تحسوه زي الطفل يتكلم وبيبتدي يجري على الفاضي، وكل ده مش عاجب ساكورا، حاسس ان هو لعب عيال. وساكورا بيقرا كل اللافتات المحطوطه في الشوارع وبيستغرب قوي من مكانهم ومن عادات البلد دي. واما ميكا اللي بيكون جامع معلومات عن كل حاجه بيقول له ان دي بلد نشيطه بالليل وممكن اي حد هنا يسرق اي حد وما يعرفش يكلمه. واما ساكورا بيسال ميكا ايه اللي جابك هنا وانت مش هتعارك واحد اصلا، لان المفروض ان هما 5 ضد 5. فميكا قال له انا كنت معاكم في ارض الحادثه وشفت كل حاجه، وبما اني كنت موجود فانا عضو في الثانويه فعايز ان انا اجي معاكم. اما ساكورا كان خايف عليه وكان عايزه يمشي، فساكورا بيقول له انت محتاج اللي يحميك يا ميكا. وميكا بيترجاهم ان هو يروح معاهم، وساكورا بيتعصب جدا. ورئيس ساكورا بيحسبه ان هو متوتر وبيقول له اهدى يا انت متوتر ولا ايه يا ساكورا. واما هيراجي بيقول له يا زعيم نزل كتفك كده ما تتعصبش، هو مش متوتر ولا حاجه. وبيكون ساكورا شادد مع ميكا علشان مش عايز يدخل المعركه اصلا، وزي ما قلنا خايف عليه لان ميكا ضعيف قوي. وبيوصلوا ارض المعركه وبيدخلوا عرين الاسد، وميكا بيقول لهم ده كان مسرح افلام قديم واخدوه دلوقتي لصالح ان هم يتعاركوا فيه. وللاسف بيكون المسرح ده موجود وفي ناس كتيره قوي مشجعين، ورئيس الششتورن بيقعد تحت ضمن المشجعين لفريقه وبيقول لهم بصوا ده قفص بنحط فيه الحيوانات المفترسه. ويبتدي يقعدوا كل فريق في صف معين، يعني رئيس الششتورن وجماعته على جانب غير بوفرين وجماعتهم على جانب. وميكا طبعا هيموت من الرعب وعايز يروح. واما ساكورا بيقعد يقول له ركز يا ميكا معانا، وبتتحول العركه الاحتفال لاصحاب مشجعين الششتورن. واما اوميميا رئيس بوفرين بيقول لهم على فكره يا ساكورا، بيكلم ساكورا وجماعته ويقول لهم اللي بيهمهم هو قتالي انا اوميميا، اما انتوا مكسبكم او خسارتكم ملهاش اي لازمه، فريحوا بقى وخليكم اقعدوا على جنب وانا مش هخسر ان شاء الله. وبيبتدي رئيس الششتورن يشوف فريقه، اما فريقه اللي هو الفريق الاول بيطلع واحد منهم ويقول لهم انا عايز اقاتل سوغشتا لان عينيه غريبه كده وعمال يبص لي من الصبح بصات غريبه ومتشوق ان انا اقتله، وهاريني بنظراته قال ايه هيخوفني. اما ساكورا بيقول له انا هقاتلك يا سوغشتا، بس انت لو خسرت قدام التافهين دول خناقتنا هتبقى ملهاش لازمه، وبقول لك ما تخسرش وتعالى عشان اعاركك. رغم ان الششتورن تافهين بالنسبه لبوفرين، ولكن ضربات الواحد فيهم قويه جدا. وبيدخل الخصم الاول وبيكون قوي جدا، وحتى رئيس بوفرين بيصعب عليه سوغشتا. وطبعا الباشا رئيس الششتورن بيتكلم ويلهي سوغشتا وبيدخل عليه بضربه تجيب اكله وبيضحك عليه. وسوغشتا ياخد الضربه ويقول خلاص لا، عينه تطلع نار وبيبتدي يمسكه ويهبده في الارض. وكل فريق الششتورن مش مصدق ان سوغشتا ابتدى بضربه واحده يعمل كل ده. اما فريق الششتورن ابتدى يشجع سوغشتا وبيمسكوه. وساكورا بيقول لهم انا مش متفاجئ ولا حاجه، ده عادي اصلا ان هو يحصل. وبينزل سوغشتا يهزر مع اوميميا رئيس فريقه وقد ايه ان بلكمه واحده وقع الخصم مكانه. واوميميا بيجرب وش سوغشتا ويقول له ده ما انت لحم ودم اهو، امال فاكرينك بلاط ليه؟ وده علشان ساكورا لاعب سوغشتا قبل كده، فما كانش فارق معاه ان سوغشتا يكسب ولا يخسر. وساكورا عمال يشد مع ميكا والفريق بتاعه، ولكن رئيس الششتورن مشغول في حاجه تانية، في ان هو اللي بيخسر عندهم بيبتدي ياخدوه الرجاله ويرموه بره. ورجاله الششتورن بعد ما رموا صاحبهم بره راجعين يضحكوا. اما ساكورا استفزوا الموقف وابتدى يتغاظ منهم ومن اللي حصل، وبيقول لهم انتوا جايين تضحكوا؟ انتوا لو مكانه اصلا هيجي عليكم الدور يا اصحاب القوه، وبطلوا تقولوا على نفسكم ان انتوا اقوياء. ويبتدي سو يكلم الرجاله اللي رموا الولد بره مع ساكورا وبيقول لهم
لهم انا مستنيكم، انتوا اللي عليكم الدور. وميكا بيبقى هيموت من الرعب، وسو بيقول لساكورا على فكره انا كنت فاكرك ان انت يا ساكورا جاي تاخد القمه وخلاص على اصحابك، انها تبقى كلمه في لسانك وبتقول اي كلام وخلاص، ولكن شكل كلامك ليه معنى ووراه عزيمه قويه قوي، وانك عايز توصل فعلا للقمه، وعلشان كده انا هعمل كل اللي ربنا يقدرني عليه علشان ابقى جنبك واوصلك كمان. وساكورا بيبقى مستغرب جدا، وبيروح سو يلعب قدام الخصم بتاعه بيكون واحد من رجاله الشيشتورن. واول ما بيطلع سو ميكا بيسرد كل حاجه عنده في الاجنده لساكورا، وبيقول له ان سو ده مش سهل وعنده بطولات كتيره قوي، وان سو ده راجل محترم ومنقذ ومختلف عن الكل، ودخل في مدرسه اعداديه مختلفه وجه عندنا في الثانويه. وخصم سو طبعا كان هيموت من الرعب وبيفتكر طفولته، اما سو بيبتدي يستفزه لحد ما يجري عليه ويحاول يضربه، واما سو بيصد الضربه جامد لان سو دخل خصمه في نوبه غضب غريبه وخلت الخصم يرجع للابتدائيه وعقده الطفوله. وسو بيقول للخصم بتاعه ده لعب اطفال واحنا محتاجين نكبر شويه، يلا لعبني زيك. والخصم بيفكر ازاي ان هو يكون اسرع من سو، ولكن بيقع في الارض وبيقوم يحاول يمسك سو من تاني ويمسكه من رجله، ولكن سو بحركه واحده بيجيبه الارض وبيقول له على فكره ده لعب اطفال، انا عايزك تكبر شويه بمستواك، ولو عايز تلاعب لعب كبار تعالى. وبيستفزه تاني لحد ما بيوقعه وبيبتدي يخلص عليه، وطبعا كل المشجعين بيشجعوا الاقوى حتى لو كان مش من شعبهم. واوميميا بيكون فرحان جدا بسو وان قد ايه ان هو ذكي في استخدام مهاراته. وساكورا بيقول انا لو مكان الخصم اتمنى كنت اموت وما اسمعش كلام الشعب بتاعي. وطبعا خصم سو مش قادر عليه، يمين شمال بيتمسح بيه الارض، وسو كان مستنيه يجيب اخره ولكنه قاعد ينهج، وبيدخل في نوبه عصبيه خطيره وبيروح يضرب سو، ولكن سو بيديله بالرجل لحد ما بيقع ما بيقومش. اما سو بيقول له كل اللي عملته ده في خيالك ولعب اطفال زي ما قلت لك، ايه رايك نكبر وتلعبني في الحقيقه وما تسرحش بخيالك تاني انك تكسب. وسو كان هيخلص عليه، ولكن رئيس الشيشتورن اتضايق من الموضوع قوي وقال لهم خلاص كفايه ذل كده، احنا خسرنا الجوله دي كمان. وطبعا الخصم بيسال رئيسه ليه اللي هو رئيس الشيشتورن، ولكن رئيس الشيشتورن بيقول له ان احنا خلاص من النهارده اتخلينا عنك وما بقتش تبع الفريق بتاعنا. اما سو بيسيب رساله للخصم قبل ما يمشي بيقول له لازم ما تكونش شخص متعاطف ويكون عندك خبره وشجاعه اكتر من كده، ولعبك معايا خلاك ترتقي لشخص اشطر واحسن. وبكده تكون خلصت قصه النهارده يا صحابي، استناكم المره الجايه في ملخص جديد من اختياركم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد يا محب الانمي.